السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم المكرونه السايبه اللي هي بتبقى من عطار. بتبقى عباره عن شكاير مفتوحه بيبقى ميزتها ان هي بتبقى اوفر طبعا من المكرونه اللي بتبقى في الاكياس. بيبقى كمان كميتها بتبقى كيلو، يعني اكياس كتير لما بنيجي نشتريها بنلاقيها 800 جرام 900 جرام، لكن دوت بيبقى اوفر ان هو بيبقى الكيلو كامل. وسعرها طبعا ارخص من الاكياس. وتاني حاجة، لو انت برضو هتجيبي الشكارة في البيت بتبقى موجودة وبتبقى خير في البيت وبتبقى ممتازة جدا. لكن للأسف ناس كتير بيعملوها بتيجي معجنة معاهم أو متكسرة، لأن العجينة مختلفة عن الأكياس التانية، فبيبقى ليها طريقة معينة. أول حاجة لازم كمية المية تبقى كبيرة، يعني تبقى نحط المكرونة كمية المية هتبقى مغطياها وزيادة كمان شوية. مش بحط زيت، أنا بحط معلقة ملح بس، ملوش لازمة الزيت خالص. بس أهم حاجة، أهم نقطة برضو إن أنا لازم أقلب في المكرونة، ما سيبهاش، هتلاقيها عجنت وهتلاقيها لزقت في قلب الحلة من تحت. هقلبها كده كذا مرة، يعني دقيقتين واسيبها، دقيقتين واسيبها. هي متاخدش 7 دقايق على النار. شايفين ما شاء الله جميلة. وكمان تاني حاجة، ما استناش لما تتهري. يبقى اول حاجة لازم كمية المية تبقى كبيرة. تاني حاجة مش هحط لها زيت، هحط لها ملح بس. وكمان هقلبها باستمرار. انا عايزاها تبقى بالشكل ده، بالشكل ده كده خلاص هقفل عليها. بصوا، يعني انا هحاول اقطعها بالسكينة معاكم، اللي هي يا دوبك بتعض بس شوية، يعني ناشفة حاجة بسيطة. هتبقى بالشكل ده اهي، اللي هي يا دوبك ايه، خلاص يعني داخله على سوا، بتعض بس شويه بالشكل ده. هقفل طبعا عليها وابدا ان انا اصفيها. هصفيها ونازله بقى عليها الميه بتاعت الحنفيه، هنزل عليها الميه بتاعت الحنفيه علشان الحراره بتاعت المكرونه. لو سبتيها من غير ما تحط لها ميه هتتعجن. هنزل عليها ميه من الحنفيه، مش متلجه ولا حاجه، لا ميه عاديه خالص، بس ان انا ابردها. بجد هتبقى مفلفلة جدا لو مشيتوا بالخطوات دي. انا نفسي كنت بعملها في اول خالص، اول ما استخدمتها كانت بتيجي معجنة واوقات بتتكسر، لكن بالطريقة دي مش هتلاقيها اتكسرت خالص وهتبات معاكي كمان. اهم حاجة ما تنسينيش بقى في اللايك والاشتراك، وان شاء الله اتمنى ان انتوا تعملوها، هتبقى زي الفل ان شاء الله. بصوا في حتت كمان مكلكعه. وازاي برضو ان انتي لما اوقات حتى لو بتعملي الاكياس لما بتسيبي المكرونه بتلاقيها ايه، عجنت ولزقت في بعض. هقولك برضو ازاي تخليها مفلفله معاكي بخطوه بسيطه جدا. انا كده اهي صفيتها قلبتها برضو من الميه السخنه خالص، واتاكدت ان هي بردت خالص معايا. شايفين ما شاء الله ماسكه نفسها وجميله، بسبب ان انا طلعتها بدري شويه، ما استناش لما تستوي في قلب الميه السخنه. طبعا انا سبتها شويه هتلاقيها عجنت. اي مكرونه هتسيبيها شويه بعد ما تغسليها او حتى ما غسلتهاش هتلاقيها معجنه معاكي. الخطوه بقى ديك ان انا اجيب حبه زيت واقلبهم فيها، يعني معلقتين 3 زيت كده واقلبهم فيها. المعلقتين الزيت دول بقى اخر حاجه في ان انتي تخليها مفلفله، ما عمرها ما هتعجن وعمرها ما هتتكسر وعمرها كمان ما هتلاقيها لازقه في بعض. بصوا ديك حته كده ملزقه في بعض لسه ما تحطش فيها زيت، فانا هحط معلقه زيت كده واقلبهم برضو بالراحه لحد ما اتاكد ان المكرونه كلها ما شاء الله عندي مفلفله وجاهزه ان انتي تحطي عليها بقى اي صوص انتي عايزاه. بجد ما شاء الله تحفة جدا وسهلة، بس هي خطوات صغيرة بتفرق جدا. اهم حاجة ان انت ما تسيبهاش بتتسلق وتروحي خارجة بره. عندي بقى هجيب حلة واحط فيها كده قد 4 معالق زيت، وهنزل عليها شفشق من الطماطم، من عصير الطماطم. ويفضل ان هي تبقى متصفية كويس. يعني الصلصة لما بتتصفى بتبقى اجمل بكتير من ان انت تعمليها في الخلاط وتحطيها على طول. برضو عشان اللون هيبقى احمر وجميل حطيت معلقتين كبار من صلصة الطماطم، الصلصة اللي هي الجاهزة، عشان القوطة بتاعت الشتاء او الطماطم بتاعت الشتاء بتبقى لونها فاتح شوية غير بتاعت الصيف. اكيد ده هتلاحظوه برضو وانتوا بتفرموا الطماطم عندكم.
بس كده هقلبها واسيبها بقى لحد ايه ما تتسبك خالص، اللي هو يعني تخلص الميه منها. بقت بالشكل الجميل ده. بصوا صفيت الميه خالص كده، تبقى جاهزه معايا. هنزل عليها بقى ايه بالتوابل بتاعتي، ملح، فلفل اسود، يعني متحبش كمون قوي، يعني هي المكرونه بتبقى ملح وفلفل اسود، بتبقى تحفه ما شاء الله. دي صلصه بسيطه جدا اللي هي الصوص الاحمر. هننزل بقى عليها المكرونه. برضو لو المكرونه ان انت حاسه ان الصلصه كتيره بتعيني منها حبه. انا عينت منها حبه، بس انا مش عيناهم عشان هم كتار، انا عينتهم علشان صوص شطه. هقلبها كده قلبتين بساط، مش برضو مش هسيبها على النار كتير علشان ما تعجنش معايا. بس وهتبقى جاهزه للاكل ما شاء الله. تقدم سخنه بقى جميله ما شاء الله، تحفه جدا، وتشرفك في اي عزومه، في رمضان، في عزومه عاديه. يعني في ناس كتير بتخاف ان هي تعملها وتقدمها في عزايم وكده، لا جميله ما شاء الله تحفه. بس بكام خطوه كده هي اللي هتبقى خليها ان هي ان شاء الله جميله معاكي. وممكن تنفع ان هي وجبه كده مع زي ما قلت لكم الصلصه دي. حبه صلصه احط فيها معلقه من الشطه، مع معلقه كبيره من الزيت، مع معلقه من الخل. صوص ممتاز جدا، شطه تحفه جدا بجد، بيفرق حتى في طعم المكرونه. هقلبهم كده، ممكن تحطيهم على النار، بس يفضل ان انت ما تحطهمش علشان الريحه هتقلب عندك المكان. مع حبه بطاطس بقى كده بس، وهتبقى جميله بألف هنا. اتمنى ان انتوا تجربوها، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك. بصوا جميله ما شاء الله، مفلفله جدا. اتمنى تكون وصفتي عجبكم. مع السلامه.